لو معاك 25 ريال تجيب لك ايه من الهايبر ماركت في السعوديه؟ دخلت الهايبر ماركت اخد فكره عن الاسعار وبعد كده اشتري الحاجات. يا جماعه النهارده المفروض ان انا هعمل صينيه بطاطس بالفراخ، والمفروض ان انا اجيب بقى البطاطس والبصل والفراخ والحاجات دي كلها، فيلا بينا نجيب حاجه حاجه مع بعض. اجيب اول حاجه كيلو بصل متقشر ابيض، سعر الكيلو فيه 5 ريال 95 هلله. جبت اول حاجه بقى كيلو بصل متقشر، سعر الكيلو 5 ريال 95 هلله. وطبعا عشان هعمل صينيه بطاطس بالفراخ فلازم أنا اجيب اول حاجه البطاطس، وسعر الكيلو فيها عامل 3 ريال 95 هلله. انا جبت شويه بطاطس على قد الصينيه بالظبط، تقريبا 612 جرام، سعرهم 2 ريال 42 هلله. هجيب برضو حبه فلفل كده، سعر الكيلو في الفلفل دوت 6 ريال 66 هلله. هجيب واحده بس على قد الصينيه. بعد ما وزنت حبه الفلفل طلع سعرها 1 ريال 64 هلله. دلوقتي بقى هنروح عند التلاجة اللي فيها الدواجن اللي هي الدجاج والحاجات دي كلها. بصوا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده في أسعار كتير، يعني في 5 ديت قوانص، في كبدة، في دجاج صدور، في دجاج متبل فوق اهوت. كل حاجة ليها سعر مختلف عن التانية. فأنا دلوقتي بدور على حاجة برضو مناسبة معايا، بحيث ان انا ايه يبقى البادجت اللي انا محدده يبقى ظابط بالظبط. بصوا يا جماعة انا لقيت نص صدور الدجاج دوت اللي هو بالعظم عامل تقريبا 10 ريال 25 هللة. طبعا هناخده. دلوقتي يا جماعه الحاجات اللي انا جبتها بالظبط عامله 21 ريال، اتبقى كده مني من ال 25 4. فدلوقتي هروح اجيب توابل اللي هي بتاعت الصينيه، فيلا بينا. بصوا يا جماعه انا لقيت بهارات مشكله تمام ب 4 ريال 95 هلله. فانا هجيبها بقى وخلاص، وكده هحط ريال زياده من معايا. جبت كمان معجون الطماطم دوت سعره 2 ريال 25 هلله. كده يا باشا خلصنا الحاجات بتاعتنا، جبنا بطاطس، جبنا بصل، جبنا فلفل، جبنا بهارات، جبنا دجاج، جبنا معجون طماطم، وده كله هنشوف بقى دلوقتي عند الحساب عامل كام. انا عارفكم عامه هتكتبوا لي في الكومنتات فين الرز وفين الزيت وفين العيش، هقول لكم عندي في السكن والله كل حاجه يا جماعه. وعلى فكره يا جماعه انا بنقل لكم التجربه بتاعتي ليكم، يعني انا مش بطبل ولا بعرض ولا بقول لكم الاسعار رخيصه ولا الكلام ده. انا واحد موجود في السعوديه حابب اكل، فبجيب الحاجات اللي انا بصورها وبعرضها ليكم. انا مش بقول لكم اللي هنا اسعار رخيصه وبقول لكم الحاجات دي، العمله عمله بلدها ومحدش يقارن دوله بدوله. جماعه بعد ما رحت عند الكاشير لقيت الحاجات سعرها 22 ريال وكام، 22 ريال و23 هلله، ما طلعش 25 ريال. بصوا يا جماعه عشان ما ابقاش كداب ويبقى حرام عليا، انا اكتشفت اللي هو ما حطليش البهارات في الكيس. رجعت له تاني قال لي البهارات دي سعرها 10 ريال، انا كنت شايفها محطوطه على البتاع كده على الباكت مكتوب 4 ريال 95 هلله، وانتوا هتشوفوها دلوقتي في الفيديو انا هحطها لكم برده. لما انا رحت له على الكاشير لقيته بيقول لي سعرها متغير او دوت مش عرض والكلام دوت. قلت له لا يا باشا انا مش عايزها وخلاص رجعتها. يبقى كده الحاجات اللي انا جبتها كلها من غير بهارات 22 ريال 23 هلله. بس كده انا ابو حميد، يا ريت تتابعني وتعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.